ما ترميش فلوسك على الارض. هو في حد بيرمي فلوسه على الارض؟ احنا. تخيل ان المواطن المصري بيهدر في السنه متوسط 91 كيلو جرام من الطعام. بترمي اكلك وبالتالي بترمي فلوسك في الارض. وطبعا اكتر وقت بنهدر فيه هو ايه؟ رمضان. مش هنظر كتير لان الكلام ليا وليكم. تعالوا السنه دي نجرب نعمل الحاجات دي. 1. نعمل لسته باحتياجاتنا بالظبط، ما نشتريش زياده مهما كانت العروض والتخفيضات، ويا ريت ما تروحش السوبر ماركت وانت جعان. 2. لو هتجيب حاجات تتخزن يا ريت تعرف طريقه تخزينها الصح بدل ما تبوظ قبل ما تستخدمها. 3. اعمل منيو للاسبوع بالحلويات والمشروبات، ويا ريت صنف واحد كل يوم، يعني يا كنافه يا قطايف، كركديه او خروب، وهكذا. 4. اعزم بس بعقل، ولما نعمل عزومه يا ريت يكون الاكل على القد ومفيش داعي للتفاخر. احنا بنرمي 60% من اكل العزومات. 5. لو فاض من اكلك حاجه يا ريت تتشال في الفريزر وهتنفع في يوم تاني. عملت كل ده ولسه برضو باقي اكل، يبقى تروح للمؤسسات الخيريه اللي بتجمع الطعام النظيف علشان غيرك يستفيد، زي جمعيه رساله او بنك الطعام المصري وفي غيرهم كتير. بس اوعى ترمي اكلك في الزباله. ويا ريت لو عندكم افكار تانية قولوها لنا.